السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ الكنتاكي او الكوكي بطريقة سهلة وبسيطة في البيت. هتجيبي وراك فراخ، تجيبي الكمية اللي انت عايزاها، 2 او 3 او 4 براحتك. هتقسميهم 2، هتعملي الدبوس لوحده وباقي الورك لوحده. هتغسليهم كويس قوي بالدقيق، وهتنقعيهم في مية وليمون وملح. ممكن تحطي عليهم معلقه طحينه وهتنقعيهم 10 دقايق. بعد كده هتشطفيهم كويس قوي وهتنشفيهم بمناديل ورق. بعد كده هتجيبي 1.5 كوباية دقيق او 2 كوباية دقيق، هتحطي عليهم معلقه كبيره نشا او معلقتين كبار نشا ومعلقه بيكنج باودر. كميه الدقيق على حسب عدد الفراخ اللي عندك، يعني لو انت عندك كميه بسيطه قللي كميه الدقيق. بعد كده هتحطي بقى البهارات عندك، بابريكا، كركم، ملح، كمون، فلفل، بصل بودر، بهارات فراخ، توم باودر. ممكن تحطي شعرة حبهان، ممكن لو انت عايزاها حراقة هتحطي شعرة شطة. هتقلبي بقى البهارات والنشا والدقيق مع بعض كويس قوي. بعد كده هقولك هتعملي ايه. لو انت خايفة الفراخ ما تطلعش مستوية معاكي كويس بعد التتبيلة دي، ممكن تسلقيها في شوية مية وبصلاية ونص طماطمية مثلا، بتاع 5 دقايق كده فورتين، وتدفع عليها وتشيليها تصفيها وتبداي تعملي فيها اللي احنا هنعمله ده. هجيب طبق دلوقتي، هبدأ اخد نص خليط الدقيق دوت. دي شعرة شطة زي ما بقولك لو انت عايزاها حراقة. هجيب طبق وابدأ اخد نص كمية الدقيق دي في الطبق، واسيب النص التاني في مكانه زي ما هو. طب ليه؟ هقولك هنعمل ايه. افضي نص الكمية ببهاراتها بكل حاجة. بعد كده بقى هبدأ اعمل ايه، هركن الدقيق ده على جنب. هجيب كوباية المية، هبدأ ازود الدقيق دوت شوية مية، اعمله عجينة سايلة شوية، ولا هي سايلة قوي ولا جبس. حطي شوية بشوية عشان ما تطرش معاكي مرة واحدة. قلبي بقى المكونات حلوة قوي بالمية. هتقلبيها جامد، بوشي الدقيق يعني كله. ولا بقى هتحطي بيضة ولا هتحطي لبن ولا هتحطي اي حاجة، هي التتبيلة اللي انا قلتلك عليها دي بس. طب لو انتي متبلة الفراخ من قبلها بيوم بمية بصل او ببهارات، مفيش مشكلة خالص. دوبي الدقيق كويس، امشي الخطوات بالظبط هتطلع معاكي جميل. بعد ما تقلبي الدقيق والبهارات بتاعتك، هتكوني طبعا منشفه الفراخ زي ما قلتلك بمناديل ورق. بعد كده هتبداي تحطي الفراخ دي في التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض دي. ممكن مثلا لو الفراخ كبيره تغرزيها بالشوكه الاول من جوه عشان تشرب التتبيله معاكي. هتبداي بقى تحطي الفراخ وتغطسيها كويس قوي. هتسيبيها في التتبيله ديت على رف التلاجة لتاني يوم، او هتعمليها الصبح وتبداي تعملي الاكل بعد الظهر عشان تلحق تشرب التتبيله ويبقى الطعم بتاعها كويس. خلاص كده انا غطستها كلها في التتبيله بتاعه الدقيق والخلطه دي كلها. قلبيهم كويس مع الخلطه وسيبيهم بقى لتاني يوم زي ما انا قلت لك. لو زي ما بقولك خايفه وانتي بتقلي الفراخ ما تستويش معاكي، اديها فورة على البوتاجاز بشويه ميه وبصلايه وبهارات بسيطه كده، وبعد كده شيليها تصفي. دي بعد ما سبت الفراخ بتاعتنا في الخلطه لتاني يوم. طلعتها، هجيب بقى الدقيق اللي انا كنت سايباه بالبهارات بتاعته. انا فضيته بس في كيس
علشان ايه وانا بعمله ما يعفرش دقيق كتير. لو مش هتعرفي تعمليه في كيس حطيه في طبق عادي واعملي زي ما انا هعمل بالظبط. هتجيبي الدبوس بتاعك هتحطيه في الكيس وهتحاولي بقى تقلبي الدقيق عليه. المهم ان انت تغلفيه بالدقيق كويس قوي. طبعا انا بخبطها كده او بفضيها كده علشان ارجع الف عليها دقيق تاني فتشرب كمية كويس او تتغلف بكمية دقيق كويسة معايا. بصي الدبوس بقى شكله عامل ازاي. هبدأ احط قطعة تانية وهعملها بنفس الطريقة. طب انا مش عارفة استخدم الدقيق، هاتي طبق عادي حطي فيه الدقيق بتاعك وابدأي قلبيها زي ما بنقلب البانيه في الفيجيتار. قلبيها كويس واعملي الكمية بتاعتك كلها في الدقيق قبل ما تحمريها علشان ما تاخدش معاكي وقت. او اعملي كده كده انت هتهدي النار، فممكن تعملي دول وتروحي بقى على النار بتاعتك تبدأي تسويه. هتعملي كل المقدار بتاعك بنفس الطريقة بالظبط. انا بعملك بس كام قطعة عشان اوريك ان هي سهلة وبسيطة متاخدش معاكي اي حاجة. ممكن تجيبي كيس اوسع من كده وممكن تحطها في طبق. المهم تغلفيها بدقيق كويس. خلاص هتنفضي الدقيق الزيادة وهتحطيها بقى معاكي في الطبق. هنجيب بقى حلة او طاسة، المهم ان هي تبقى غويطة شوية علشان لما تحطي فيها الفراخ تتغطى من فوق ومن تحت بالزيت. الزيت هيبقى سخن، هتبداي تحطي فيها الفراخ وبعد ما تحطي الفراخ هتهدي عليه النار عشان الفراخ بتاعتك تستوي براحتها. طب لو في قطع زي دي كده الدقيق مش جاي عليها زيت، هتجيبي الزيت بس بالمعلقة كده عليها علشان تمسك فيها، وهتهدي النار ما تقعديش تقلبيها كتير لغاية بس ما الخلطة تمسك فيها علشان ما تفكش منها. ممكن تحطي قطعتين وترجعي بقى تعملي قطعتين تانيين بالدقيق تجهزيهم، لانك كده كده هتهدي النار عليها. لو عليتي النار هتحمر من بره وهتكون لسه نية من جوه. عايزة تعملي بسرعة حطي بقى في حاجة اوسع من كده. انا بوريكي الطريقة وانت استخدميها براحتك. طريقة سهلة وبسيطة. طبعا الحاجات دي عادت غالية قوي بره بالتتبيلة بتاعتها، فانت تقدري تعمليها في البيت بتكلفة اقل بكتير. انا بوريكي اللون بتاعها لسه عليها شوية. هحط بقى زيت سخن بس عليها من فوق علشان تبقى متغطية كلها. مش حابة تعملي بالمعلقة خلاص، هي ايه هي تحمر هتقلبيها على الناحية التانية. هي كده احمرت معانا، هي دخلت في السوا خلاص. هتبدأي بقى تصفيها من الزيت، حطيها على مناديل او حطيها في طبق. طلعي القطعة التانية. طبعا وانتي بتشيلي كده النار يعني النار تحت الزيت فاضية، فاكيد هو بدأ يسخن تاني. هتبدأي بقى تحطي فيها قطعتين تانيين وبعد ما تحطيهم ارجعي هدي النار تاني، وهتعمليها بنفس الطريقة بالظبط لغاية ما تخلصي الكمية اللي معاكي.
طريقتها سهلة وبسيطة خالص. لو انت عندك دبابيس بس ممكن تعمليها لوحدها وهتبقى بالشكل ده. بالهنا والشفا. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.